اهلا بيكم في صحبة تشدك لقدام، صحبة تفكر بصوت عالي، صحبة تشاركك الطريق عشان صحبة تفرق. يا مرحبا، يا هلا يا هلا. كيفك خلود؟ كله حلو الحمد لله. سؤال بقى لولبي، ايه شعارك في الحياة؟ لا انا كنت هوجهه لك انت. انا كنت عايزك انت اللي تبدا تشوف فيا كده. ايه رأيك؟ شفت المقدمة؟ مقدمة رهيبة. طيب حس كده ماشي. طب خلينا نقول اصلا where this came from. احنا كنا بنتكلم اللي هو ان احنا بننصح الناس اللي حوالينا وبنقعد نقول لنفسنا شعارات، وهي دي اللي بتقودنا يعني في مواقف معينة. فقلنا طب ما يلا بقى نتكلم بصوت عالي اعلى شوية. ف يعني اللي خلاني اخد بالي من حاجة زي كده، فيعني هحكي الموقف كده سريعا اللي خلاني افكر في حاجة زي كده. كان في حد يعني بيسألني في الشغل عن موقف معين كده، فبقول له طب انت عملت كده قبل اصلا يعني ما نروح للليفل الاعلى او ناخد خطوة تبقى يعني مش في ميعادها؟ فقال لي لا، انا يعني انا اصلا مش عايز اروح اعمل كده عشان انا مش عارف اعمل كده. بس هو الفكرة احنا لو وقفنا وبصينا، لا هو يعرف يعمل كده عادي جدا. هو يعني المانع هنا مش مانع ان في مثلا مهارات مش موجودة، على قد ما المانع نفسي. فقلت له ادي الباب بالشلوت. قلت له كده حرفيا يعني. وبعدين اكتشفت ان هو ده اللي انا بمشي بيه في حياتي يعني، وانت حتى دايما تقعد تقول لي عليها. انت لا. شعارك في الحياة ادي باب الشلوت. اللي هو there is only one way to know، بس بالعربي مش ترجمتها. هو هناك طريق واحد، ادي الباب بالشلوت. دي ترجمة مش بتاعت أنيس عبيد. لا دي ترجمة MBC2. ف... فاللي هو يعني انا عشان اعرف لازم اروح اجرب. يعني هي دي اكتر اللي هو there is only one way to know. بس ادي الباب بالشلوت اللي هو هي ايه اسوأ حاجة يعني، ولا اي حاجة. اسوأ حاجة دايما هي ولا بالنسبة لي انا ولا اي حاجة. هخاف من ايه؟ يلا بينا. فادي الباب بالشلوت واجرب. بعدين لقيت الموضوع مش نافع، هلاقي بعد كده ان انا لما اروح اخد خطوة تبقى على ليفل اعلى شوية او حاجة زي كده، هتبقى فعلا قدام نفسي هي خطوة valid، وقدام الناس هي خطوة صح. مفيش حد يقدر يجي يقول لي انت ليه عملت كده. فيعني حبيت بقى ان احنا نشارك مع بعض الحاجة دي. يعني ده واحد طبعا منهم اللي هو there is only one way to know، وبمشي بيه طبعا في حاجات كتير قوي غالبا. أنا أشهد. هنعمل كذا، تفتكر هتنفع؟ خالد there is only one way to know. اللي هو حاجة على فكرة يعني لما أنت بتقولها بحس ما هو صحيح، ايه البداهة دي؟ ما هو there is only، ليه نقعد نفكر بقى هتنفع ولا مش هتنفع ونخاف من ما تجرب. أيوه. يمكن تنفع يمكن ما تنفعش، هنعرف لما نجرب. فاكتشفت بقى ان احنا بنقول كده لكل الناس يعني من غير ما انا اصلا ابقى واعي ان انا بنصح الناس باللي انا بنصح بيه نفسي. لقيت نفسي على طول كده دايما بمشي بقوله للناس. وحسيت يعني انت حتى عملت لي هايلايت للموضوع ده، قلت ده شعارك في الحياة. فابتديت اخد بالي وافكر ان انا يعني اخد الموضوع بقى بشكل ان انا ابروز الحاجات دي شوية، لان هي فعلا مفيدة بالنسبة لي. احيانا الواحد بيبقى واقف على حافة القرار ومش عارف ياخد القرار ولا لا، وبعدين اقول لنفسي there is only one way to know، مدي الباب بالشلوت. اعتقد ان دي يعني استراتيجية حلوة جدا، لان غالبا اللي بيبقى معطلنا عن ان احنا ننط من الحافة دي بتاعة القرار ده انا عايز اعمل حاجة، بيبقى غالبا كلها حاجات متخيلة. يعني انت قاعد بتتخيل سيناريوهات ان ممكن تفشل، ممكن يحصل كذا، ممكن مثال يعني شائع يمكن انا وانت بنتعرض ليه كتير، معرفش عند بقية الناس عامل ازاي، بس مثلا في مكان الشغل حد عايز يقدم على شغل او يقدم على ترقية او حاجة زي كده، هقدم ولا ما اقدمش؟ وبنقعد بقى ايه، ما انا هترفض. نفكر كتير قوي
في لحظه في القرار اصلا ان انا اقدم ولا لا. هو ده اساسا مش قرار المفروض تفكر فيه، انت كده كده المفروض تقدم. صح. طالما انت عايز قدم. وبعدين القرار بقى تقعد تفكر فيه ولا لا لما يبقى الاوفر يجي لك. يعني مثلا في شغلانه فتحت في شركه تانية، اقدم ولا ما اقدمش؟ يا عم ما تقدم. ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ ان انت ولا تفضل زي ما انت، مفيش حاجه اصلا. بس يعني بنحط نفسنا في موقف ان انا محتاج اقرر دلوقتي حالا، كأن انا اصلا معايا الاوفر، وانا هو لا معايا اوفر ولا اي حاجه. انت ممكن بنسبه 90% هتقدم محدش هيكلمك اصلا. فانت عمال تسحل نفسك في ايه؟ يا عم قدم، وبعدين ادخل الانترفيوز، وبعدين يبقوا يوافقوا عليك، وبعدين يبقوا يقولوا لك خد اوفر اهو هنقبضك 500,000 جنيه في الشهر. ساعتها بقى تتنك بقى وفكر تروح ولا تقعد ولا كده. فبرضو بنبدر قوي القرار عن ميعاده الحقيقي يعني. فاللي هو ايه، ادي باب الشلوت يلا اتفضل. عشان عجبتني قوي ادي باب الشلوت. بالعربي احلى من بالانجليزي. ايوه واقعيه قوي. واقعيه جدا. يا عم روح ادي باب الشلوت وخش. فكره حلوه. قول لي انت بقى، انا كده انا كده مش هينفع اقول بقى بعد اللي انت قلته. يعني خلي بالك اللي احنا بنقوله ده بيوصف شخصياتنا جدا. انا هقول لك عريضه نص صفحه فاهم. هو انا مش عارف الحقيقه غريب جدا الصراحه. يعني طويل قوي، فيا رب الناس تستحمل. بس في مقوله انا بحبها جدا جدا لمصطفى صادق الرافعي. والرافعي ده بالنسبه لي يعني واحد من احسن الناس اللي كتبت كلام في اي حته، سواء بالعربي او بالانجليزي او هو ما بيكتبش بالانجليزي يعني، بس لما قارنه بالقرايات اللي قريتها بالانجليزي والكتب بتاعته، في ليه كتاب اسمه وحي القلم. انا رايي ان ممكن تقرا وحي القلم بس طول عمرك عادي، مش هيفوتك اي حاجه قوي من بقيه الحاجات كلها اللي اتكتبت يعني. فانا مع الراجل ده ميال لي قوي. بس في مقوله بتقول: ما اسخف الحياه لولا انها تدل على شرفها وقدرها، ببعض الاحياء الذين نراهم في عالم التراب كأن مادتهم من السحب، فيها لأنفسهم الطهارة والعلو والجمال، وفيها لغيرهم الظل والماء والنسيم، يثبتون للضعفاء أن غير الممكن ممكن بالفعل. أترجم؟ اتفضل. تحب تترجم أنت؟ انا مستمتع. لا انا استمتع بس. فالتشبيه ده جميل جدا، بيقولك قد إيه الحياة دي هتكون سخيفة لو ما كانش فيها ناس. الناس مخلوقين من الطين، من التراب. فالناس اللي هم في عالم التراب دول، انت لما تشوفهم تحس ان هم كأنهم المادة بتاعتهم زي مادة السحاب. السحاب ده بيعمل ايه؟ السحاب ده عالي فوق، ففي علو وشكله جميل، ففي جمال. ده بالنسبة للسحاب نفسه، يعني السحاب مبسوط ان هو فوق وشكله جميل وفي طهارة وكده. وفيها لغيرهم الظل والماء والنسيم. انت لما تشوف السحابة في السماء، يا اما جايبه لك مطره فخير، يا اما بتضلل عليك فخير، بتجيب لك نسمة هواء فخير. فده السحابة اثر السحابة في المجتمع. يثبتون للضعفاء ان غير الممكن ممكن بالفعل. ان السحابة دي او الناس اللي زي السحاب دول بيدوا امل لكل الناس التانية. الحاجة دي انا معرفش اعملها، صعبة جدا، مستحيل. يا ده انا معيش ولا مليم، هل ممكن ابقى غني؟ مستحيل بالنسبه لي دلوقتي. لما افكر النهارده بدي مثال يعني، انت ممكن تبقى غني. عارف ليه؟ عشان الراجل اللي جنبك ده اللي هو برضو ما كانش معاه ولا مليم، عادي ربنا كرمه واجتهد واغتنى. ده انا نفسي اعمل مثلا ايه، مكان دار ايتام، تبقى نبيله وهدف جميل بس ده حلم بعيد قوي. ماشي، بس مش في فلان وفلان 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 عملوا الحاجة دي ونجحوا فيها وعرفوا يعملوها؟ تعمل. مش في حد عمل جمعية رسالة وبيخدم الناس فبتتعمل. نفسي ابني مدرسة، في غيرك بنا مدرسة. اي حاجة هتفكر فيها، اي حلم نفسك تحلم بيه. فاكر لما كنا بنتكلم في حالات المستحيل؟ ايوه. فانا قلت لك مثلا نفسي ابني مدينة. بالنسبة لي ده حلم لا يمكن جدا تحقيقه. بس بفكر على طول في طلعت مصطفى مثلا، بغض النظر عن بقية تفاصيل حياته، بس هو في الحتة دي هو عنده مش مدينة واحدة، عنده كذا مدينة. فده بيديني أمل إن أنا ممكن في يوم من الأيام فعلا يبقى عندي مدينة. فإنك أنت تبص على الناس من المنظور ده، فده يعني ناحية. الناحية التانية إن الواحد بيحاول يعمل الحاجات اللي يبقى فيها بقى الحاجات دي للناس التانية، يبقى فيها ظل ومية ونسيم، وتبقى أنت نوعا ما على قد ما تقدر سحابة من السحاب ده. مش لازم تكون أحسن سحابة ولا أكبر سحابة ولا أي حاجة. وبالمناسبة يعني السحابة وزنها، لما دورت على وزن السحابة
وزنها 1,000,000 باوند تقريبا او حاجه كده، وزن تقيل جدا يعني، مع انها عايمه في السماء تحسها بتجري بسرعه وبتاع، بس هي فعلا معجزه، هي حاجه غريبه قوي يعني. فالتشبيه كله على بعضه انا عاجبني جدا، ودايما بقيت بحاول حتى من كتر ما رجعت للمقوله دي حفظتها، وهي طويله قوي وكلماتها مش سهله قوي، بس حفظتها من جمالها ومن كتر ما بحبها. فقد ايه حلو انك انت تبقى بتدي امل لحد، قد ايه حلو انك انت تبقى بتاخد امل من الناس، وتبص على الناس وتبص على الحاجات اللي هم بيحققوها، وتقول انا كمان ممكن اعمل كده عشان في فلان وفلان وفلان عملوا كده. فدي يعني المقولة اللي هي السنتر اللي انا ممكن اكون مسنترها في الحياة، لو حاجة مش آية مش حديث او كده. طب خليني اسالك سؤال. بسبب بعد ما انت قريت المقولة دي يعني في يوم من الايام، ايه اللي حصل في حياتك مثلا؟ كان يعني ايه الاثر بتاع المقولة دي في حياتك؟ موقف مثلا معين فخلاك تاخد قرار معين او تتصرف تصرف معين بسبب ان انت كنت قريت المقولة دي؟ ده سؤال جميل وصعب جدا ان انا احط ايدي على الحته دي بالذات، اللي هي الحاجات اللي زي كده بتبقى غالبا تراكمات، يعني مثلا مش هي دي بس، حاجات تانية حواليها طبعا يعني بس اللي بيبقى يعني في حاجات كده بتبقى هايلايتد، يعني انت بتبقى افتكرت ان انت خدت يعني الاكشن ده عشان المقولة دي. هو طبعا هي تراكمات يعني، بس هي دي اللي بترن في ودانك، اللي هو تقوم جايه كده تقوم طخ عامل كده. يعني هقولك على حاجة تانية بتكمل عليها، وبعدين نتيجة الاتنين مع بعض ممكن يبقى حصل حاجات معينة ممكن اقولها. حاجة تانية شبهها بيحكيها سيث جودن واحد من اهم الناس في التسويق في العالم، ومن اهم الناس في مجال التعليم دلوقتي في العالم. فسيث جودن عنده بلوج بتاعه اسمه سيث بلوج. لو كتبت كلمة سيث الاسم الاولاني بتاعه بس SETH على جوجل، وده اسم مش عامل زي اسم مصطفى كده مثلا، تخيل تكتب مصطفى تطلع انت في 500 مليون ألف مصطفى، فهيطلع كل مصطفيات التانية ومش هيطلع اسمك. فانت كتبت سيث بس، هو بيطلع في الصفحة الأولى في جوجل مثلا 3-4 نتائج، هما بيطلع البلوج بتاعه واحد منهم وكذا حاجة تانيين، هو مشهور لهذه الدرجة. فالمهم يعني ان هو كاتب في البلوج واحدة من المقالات حاجة اسمها الهيروز والمنتورز، بيفرق ما بين الاتنين، ان انت عندك أبطال وفي منتور. المنتور ده هو بيقول ان ده شخص من وجهة نظره هو الشخص اللي انت تقدر تتكلم معاه وعندك اكسس ليه. يعني مثلا المدير بتاعي في الشغل ممكن يكون منتور ليا، لان هو انا بكلمه كل يوم او بقابله، بيتيلر او بيفصل المنهج بتاعه على الشخص اللي هو بيعمل له منتورشيب او بيعلمه. فده نادر جدا انك انت تلاقي حد تقدر توصل له ويكون فعلا منتور كويس. دي حاجه صعبه قوي انك انت تعملها، ولو انا مثلا عايز سيث جودن ده يبقى المنتور بتاعي هفلس، يعني هبيع اللي ورايا واللي قدامي ومش هعرف اجيبه، فاهم؟ فدي صعب انك انت توصل له. بس في بقى ناس تانية هيروز، زي ما اقول لك مثلا الرافعي، انا عمري ما قابلته وعمري ما هقابله لانه مات، بس ممكن يبقى هيرو. هنغير بقى هيرو دي نحط مكانها سحابه، ممكن يبقى واحد من السحاب ده انا اقدر اشوفه او اشوف اثره، اقرا الكتب بتاعته، اشوف الحاجه اللي هو بيطلعها، المخرجات بتاعته في الدنيا اكسسبل بالنسبه لي. هو نفسه ما اقدرش اوصل له ممكن، بس انا اقدر اتابع حاجات بيعملها. ففكره الهيروز شبه فكره السحاب شويه، ان هو بقى بيقول يعني ان جميل قوي لو انت عندك لستة من الهيروز دول، بتبص لكل واحد فيهم بطريقه برضو دي مختلفة شوية عن انك تقول انا عندي رول موديل او مثل اعلى. أيوة لان صح. المثل الاعلى ده هو محتاج فعلا يبقى مثل اعلى، محتاج يبقى كويس في كل حاجة. فلما اقول لك مثلا، عشان يعني جبنا سيرته في الموضوع طلعت مصطفى، وبعدين قلت لك ايه بغض النظر عن بقية الحاجات عشان في نوش كتير على الراجل، بس هو في حتة العقارات يمكن يكون نمرة 1 في مصر. طبعا انا يعني مش فاهم قوي، فانا اسف لو في اي حد تاني كان نمرة 1. انا بتكلم يعني كده عبد الله سلام بقى يعني. عبد الله سلام طبعا. بس عبد الله سلام لسه جديد يعني في الموضوع ده، بس طلعت مصطفى يمكن عبد الله سلام فعلا يطلع يعني الحجم بتاع الاعمال اكبر. انا مش خبير يعني، بس بما ان احنا هنا في البودكاست فانا هطلع احصائيه دلوقتي ان طلعت مصطفى رقم 1 عادي جدا، يبقوا يراجعوا ورايا انا الختم هو. الحاجة بتاعته سمعتها كويسة ومعروف انك هتاخد الحاجة في ميعادها، ومعروف ان قيمتها هتزيد، ومعروف ان الخدمات في سمعة على مدينتي ورحاب والحاجات اللي هو بيعملها
محترمه جدا مثلا، فهو انت ممكن يبقى الهيرو بتاعك هنا، بس ممكن ما يبقاش مثلك الاعلى عشان بقيه الحاجات مش متوافقه معاك. فدي فكره الهيروز. يعني غالبا انا خدت وقت، او يعني جبت الاجابه من اخر الشارع عادي كالعاده. ما بس فدي مع دي الفكرتين دول مع بعض ابتدت بقى الحكايه بسيث جودن ده، ان انا بدات اركز قوي مع الاعمال اللي هو بيطلعها واتاثرت بيه جدا جدا. ومن ضمن الحاجات بقى اللي هو بيقولها خدته بقى كسحابه وحاول ابقى زيه. بيعمل مدرسه ازاي، بيعلم الناس ازاي اونلاين من غير ما يشوف حد فيهم. وبعدين بدات احاول اقلد اللي هو بيعمله في المكان اللي انا بشتغل فيه مثلا. فلما انا اعمل كده، لما تيجي بقى تبص للشخص اللي هيجي يتعلم في المدرسة، لو هنسميها مجازا يعني كده، هي مش مدرسة ولا حاجة، يعني عامل كورس مثلا ولا بتاع، فهو على قد الكورس بس الشخص اللي هيدخل الكورس اللي انا مقلد فيه الراجل ده، هو ما شافش الراجل ده قبل كده، فهو بالنسبة له كأن انا السحابة، فاهم؟ او كأن أيوة. الناس اللي اشتغلت على الموضوع ده هم دول السحابة بتاعتي. فابتدت بقى الفكرة تيجي من هنا. وسيث جودن بقى يقول لك انت بتعمل الحاجة الكويسة ليه، او بتطلع يعني مثلا بكتب كل يوم في البلوج، ليه بتكتب كل يوم في البلوج؟ ما بتطلعش منه فلوس، هو ما بيطلعش منه فلوس، بس بيقول because I can. ما انا بعرف ما اعملهاش ليه؟ مش دي حاجة ممكن تفيد؟ يلا بينا نعملها بغض النظر عن نتيجتها المادية او كده. فتعالى ترجم ده في حياتنا احنا، هتلاقي مثلا البودكاست واحدة منهم، فسيلة وفكرة كل البودكاست اللي بنعمله انا وانت دلوقتي ده صحبة والحكاية دي. ايه الهدف منه؟ شوية سحاب. صحيح يعني مش بندعي ان هو كل حاجة جامدة، او احنا جامدين بس جدا. هي دي المحاولة، هي ده المخرج اللي انا اقدر عليه دلوقتي. ممكن اكون بعد 10-20 سنة او اقل يا رب اقدر اعمل المدينة واقدر اعمل سحابة اكبر. بس النهاردة ايه اللي في ايدك؟ في ايدك تكتب مقالة، في ايدك تساعد اللي جنبك عشان انت جه سألك سؤال في الشغل، واحد جه سألك سؤال فبتساعده. في ايدك انك انت لما تدخل الكلاس روم بتاعك، انت احمد خالد عندك كل يوم كلاس، تدخل الكلاس روم بتاعك في ايدك انك انت تعمل كل اللي تقدر عليه. صح؟ مش ده واحد من الشعارات برضو بتاعتك؟ ايوه. ليه؟ عشان توري الناس انه ينفع. عشان لما يجي حد في الشغل معاك زميلك يقول لك ده الناس دي بتقبضنا قد كده وبيعملوا كذا ومشاكل كذا، ما انت قاعد في نفس المشاكل. فلما تكون انت بتتصرف بشكل مختلف، يعني زي ما حد كان قبل كده قال برضو، أنس السلطان اعتقد، ومن عمل حجة على من قعد. كونك انت عملت واللي جنبك في نفس المركب وقاعد ما بيعملش، انت بقيت حجة عليه. فبقيت انت السحابة برضو اللي المفروض هو بقى ياخد منها امل ويعمل زيها ويغير الاتيتيود بتاعه. صح. طبعا مش كل الناس تعمل كده، بس في شوية هيعملوا كده، ده كفاية. من الحاجات برضو يعني بسبب كل ده براجع موقف كده في دماغي دلوقتي وانت بتتكلم. حاسس الموقف ده وده برضو، يعني لو ده لوحده الهدف من البودكاست، احنا كده كنا بننزل ونقعد نتكلم ونرغي، وبعدين قررنا ان احنا هننقل الرغي بتاعنا ده يبقى كمان مع الناس والناس تشاركنا. فكنت بتكلم مع حد من صحابي يعني، فكان عنده مشكلة معينة، فبيحكي لنفسه حدوتة، ودي بترجعنا لحتة هناك ان الحدوتة مش صح. يعني انا واحد بقى واقف بتفرج من بره دلوقتي، فهو بيحكي لنفسه الحدوتة بتاعته هو من منظور واحد، رغم ان المنظور بتاعي انا بقى عن نفس الحدوتة لا هو مختلف. فجبت بقى نفسي، حطيت نفسي هنا اللي هو يعني هحكي حدوتي انا ازاي لنفسي. فجبت الشعارات بتاعتي دخلتها مع نقاشاتنا، وطلعت النتيجة ازاي. كنت بقول له يعني هاخد البودكاست كمثال، الله اعلم بقى يعني ايه اللي انا هقوله ده ينفع يتقال ولا ما ينفعش. فكنت بقول له طب ما انا بعمل البودكاست والبودكاست ده مش بيجيب فلوس، وحتى عدد المستمعين اللي موجودين يعني انا مش زي مثلا بودكاست، لو هنتكلم عن بودكاست بيتكلموا فيه بالعربي زي بودكاست فنجان، عشان ده من اشهر البودكاست اللي بالعربي طبعا. فعندهم مستمعين كتير جدا يعني وبيصوروا وبينزلوا فيديوز على اليوتيوب وبتاع. احنا حتى we're not even close مفيش فرق شاسع في المستوى للمرحلة دي. فانا هحكي لنفسي بقى الحدوته دي. انا بعمل البودكاست اللي انا مش بكسب منه فلوس، الناس اللي بيسمعوه قليلين جدا جدا،
وانا كنت بجرب كذا وما نفعش، فانا مش بحاول في دي تاني ومش عارف ايه. وحكيت لنفسي حدوته مأساوية جدا. يعني انا بحكي معاه الحدوته دي عشان نشوف هنا انا لما بحكي الحدوته بالمنظر ده انا بقيت عامل ازاي. انطفيت في ثانيه. على الناحيه التانية بقى لما هطبق شعاراتي اللي هو there is only one way to know، وان اعمل كل اللي انت تقدر عليه. مش ده انا قادر ان انا اعمله ومش قادر ان انا اعمله واكتفي. ما احنا برضو احنا ممكن نعمل يعني احنا مشينا في الاول، طلعنا السلم واحده واحده. يكون في الاول بنسجل بمايك واحد، واعتقد دي بتبقى قصص ناس كتير، يعني مش قصتنا احنا الاكسبشنال. وبعدين جبنا مايك تاني عشان الموضوع يبقى احسن، وبعدين ابتدينا نتعلم حاجات في تعديل ومش عارف ايه، ونحسن من كواليتي الصوت وكده. طب احنا ستيل يعني تعالى كده نحكي لنفسنا حدوته تانية نرجع لها تاني. احنا ما كسبناش فلوس، احنا المستمعين ما زادوش، ما جراش اي حاجة. بس احنا بنعمل كده. اكتشفت في اللحظة دي ان انا باللي انا بعمله ده انا ممكن ابقى يعني انا ممكن كنت انا سحابة لصاحبي ده واحنا بنتكلم ساعتها. ممكن انا كنت سحابة لنفسي، يعني مش عشان هو حكى لنفسه حدوته وحشه وانا شفت له قلت له حكيت له انا الحدوته الحلوه. فكره ان انا قادر ان انا احكي لنفسي اصلا الحدوته الحلوه، هي دي السحابه بالظبط. حجم السحابه بتضل على كام واحد، مش هو ده المقصد. ايوه كل ما زادت طبعا وعرفت تضلل على ناس اكتر كل ما كان احسن. بس ساعات الواحد بيبقى حاطط لنفسه توقعات ان انا يا اما ابقى طلعت مصطفى في العقارات يا اما ما اخشش اصلا المجال. طب ما عادي، ما انت ممكن تخش تبيع شقه واحده او تعمل مثلا ايه، بدل ما تعمل مدينه تعمل بيت، فاهم؟ فهي السكيل مش هو اللي بيفرق على قد ما المبدا نفسه والمفهوم صح. نفسه بيفرق. بدل ما تضلل ممكن مش في مقدرتك تضلل على الناس كلها. كل واحد ربنا مديله يعني مساحه تاثير معينه في الوقت ده، ومساحه التاثير دي حسب انت بتستغلها ازاي بتكبر وبتقل. فالنهارده غير بعد 10 سنين، غير من 10 سنين فاتوا. النهارده عندنا البودكاست ممكن يزود مساحه تاثيرنا شويه. من 10 سنين فاتوا انا ما كنتش عارف يعني ايه بودكاست اصلا، فما كانش اوبشن. صح. جميل قوي ان الواحد يبقى عنده شعاراته زي ما كنا بنتكلم من شويه كده. كنت بقول لك حتى كنت بفكر اكتبها، انت قلت لي اكتبها. انا فعلا كاتب الشعارات دي وبرجع لها وبنعدل فيها نزود عليها والكلام ده. ف يعني انا كنت بفكر اكتبها وكنت ناوي اخد الخطوه يعني، بس هاخدها. يعني كتبت اوريدي شويه حاجات ازود كام حاجه عليهم. حتى افتكرت اكتر من حاجه واحنا بنتكلم دلوقتي. ممكن زي ما انت قلت الشعار بتاعك، لو برضو يعني دي دعوة للمرة الألف لو الناس برضو ممكن تحب ان هم يبعتوا لنا حاجة، يعني مش شرط ان احنا تطلع في البودكاست ككلام، على قد ما احنا ممكن ننزلها في بوست على انستجرام او حاجة زي كده. ممكن ده يبقى اثرها، مش لازم الناس تسمعها. ما يعني احنا بنقول كلام الناس اوريدي واتليست انا وانت هنقراها، فاهم يعني. ده هيبقى سحابه بتضلل على شخصين مينيمم. اللي هو انا وانت هنقرا دي وممكن تفرق معانا. ممكن حاجات اصلا من اللي انا كاتبها، يعني كنت بقول لك عندي نوت بوكس كاتب فيها كوتس وحاجات زي كده. ممكن مش كلها، انا مش فاكر طبعا يعني انا جايبهم منين، بس مش كلها حاجات انا اللي جايبها. ممكن انت تقول لي حاجه تعجبني فاخش اكتبها واكتب عليها اسمك احمد خالد. يعني بسجل الحاجات اللي كده، لان الكوتس دي الميزه فيها ان ممكن يكون حد قال جمله بطريقه حلوه الصياغه بتاعتها كويسه جدا وذكيه، فيقول في كلام قليل حاجات كتير انت كنت بتفكر فيها بس عمرك ما رتبتها الترتيبه دي، فهتعدي وهتنساها. بس انك انت مسجلها وتقدر ترجع لها في وقت من الاوقات وتقدر تزودها. انت اولا انت لما ترجع لها بتعيد تاني الفكره، فتقدر تمارسها بشكل احسن. يعني كل ما تعيد الفكره على نفسك كل ما تقدر تقوي ممارستك ليها وتقرب منها اكتر. لازم افكر نفسي بشكل عام، تفكر نفسك بيها. فحاجة جميلة جدا يكون عندك سجل مسجل فيه كل الحكم او الكوتس اللي انت بتحبها او الحاجات اللي زي كده. عندك شعارات ايه تاني غير في حاجة تاني غير اللي احنا قلناها جت في بالك؟ يعني مش شعار على قد ما انا افتكرت حاجة احنا اوريدي كنا اتكلمنا فيها قبل كده، اللي هو في حلقة الصحاب زمان قوي اللي هو ان الدنيا بحر كلنا عايمين فيه
وانا حواليا اطواق النجاة، مم. فعمري ما امسك في طوق نجاة واحد ولا ابقى طوق نجاة واحد لحد تاني. مم. لازم يبقى عندي اطواق كتير عشان لما تقوم عاصفة ويبقى فيه امواج عالية اعرف ان انا اعيش واللي ماسك فيا او اللي انا ماسك فيه يعيش. دي برضو حاجة من الحاجات اللي كانت مؤثرة فيا في فترة الجيش بشكل كبير. واعتقد يعني وجود الجملة دي خلتني دايما اوير ان انا مبقاش بتقل على حد وان ما يبقاش في حد بيتقل عليا. انا لما بحكي لنفسي دايما الحتة دي بكتشف ان انا الشخص اللي هو مش بحب ان يبقى في حد ضلي. انا ماشي ماليش ضل، بحس ان انا لو ليا ضل ماشي معايا طول الوقت هحس ان انا مش عارف اعيش. تقصد ايه حد ماشي معاك ضلك؟ يعني ماشي معايا في كل حاجة، في كل اجزاء حياتي في شخص لازق معايا. انت هتروح فين؟ انا هاجي معاك. يعني صاحبك اللي هو معاك في يعني شخص كصديق او كده بس عايش معاك بقى حياتك كلها. بالظبط. اي يعني سواء صديق او حد حتى من العيله او كده. يعني مش هحس ان انا ابدا على راحتي لو انا في حد دايما اتاتشد بيا. يعني خلينا في كلمة اتاتشد دي، اعتقد هي دي اكتر حاجة ملائمة للموضوع. على قد ما انا يعني احب جدا ان انا ابقى موجود لو حد محتاجني او كده، بس هو لو اتاتشد بيا هيغرق وانا هغرق. فلا انا عايزك ماشي تبقى معايا لو انت محتاجني، وانا هبقى معاك لو انت محتاجني. بس انت محتاجني قد ايه؟ لازم تبقى محتاجني شوية صغيرين عشان تعرف انت كمان تنطلق، يعني حاجة زي كده. فدي برضو من الحاجات الشعارات يعني اللي انا بحب دايما افتكرها وتبقى موجودة عندي. معرفش ده شعار ولا حدوته ولا ايه، بس يعني موجود. بس هي حاجه حلوه. في حاجه تاني برضو جت في بالي وانا بتكلم على الشعار الاولاني، حسيت انا كان المفروض ابدا بدي الصراحه، يعني حاسس شويه بالذنب ان انا بداتش بيها. بس اللي هو الحديث بتاع فسيله ده مؤخرا، ده حاجه من الحاجات أيوة. اللي فعلا بالنسبه لي شويه شعار بحاول على قد ما اقدر اقرب منه، مش بنجح طول الوقت. اللي هو اذا قامت الساعه في يد احدكم فسيله فان استطاع الا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. في دعوه للمبادره ان انت تنجز، ودعوه ان انت برضو بترجع تاني ترد في الحته اللي كنا بنتكلم فيها. طب هي القيامه هتقوم، طب انا ليه اغرسها؟ مش مهم، عشان انت تقدر. هي دي الاجابه، عشان ينفع. مش هي في ايدك، حطها بس، حطها وارميها، وانت هتجازى او هتتحاسب ان انت حطيتها او لا، مش على ان هي طلعت نتيجه او لا، وطلعت نتيجه قد ايه، وضللت على كام واحد. وبرضو اللي هو ما تستناش بسرعه، حط بسرعه في ايدك حاجه دلوقتي حطها. كل واحد بيسمعنا وانا وانت غالبا في بالنا حاجات عايزين نعملها ولسه ما عملناش. يعني انت عارف اتليست حاجتين منهم نفسنا نعملهم ليهم علاقه بالبودكاست، وانا لسه ما اتحركناش في الاتجاه ده. يعني غالبا انا اللي متعطل، يعني مش انت. بس اللي هو ما هي في ايدي اهي. بس انا امبارح قعدت ساعه بتفرج على مسلسل. طب ما انا كان ممكن بدل ما اتفرج على المسلسل احطها في الحاجه دي، ازرع حته في الفسيله دي او في الشجره دي. فهي دي برضو بحاول افكر نفسي بيها. بس زي ما بقول لك يعني هو واضح جدا ان انا مش ماشي عليها 100%. بس من هنا اصلا فكره البودكاست جت، وان احنا نبدا النتورك دي برضو حاجه من الشعارات اللي انا بحاول امشي عليها على قد ما اقدر، وحاسس ان ده برضو يتبروز كده ويتحط في سنتر حياتنا كده. صح. من الشخصيات برضو اللي كانت مؤثرة في حياتي فترة كبيرة جدا وهو صحابة، يعني أحمد الشقير. يعني أنا دايما أنا الحديث بتاع فسيلة ده أنا ما كنتش أعرفه، ولما كل مرة بسمعه بصوت أحمد الشقيري، لأن هو كان موجود في تتر برنامج خواطر اللي هو كان بيعمله، وبعد كده يعني جيب توابع تانية. فهو كان بيقوله، بس هو ما كانش بيقوله، يعني كان بيقوله بطريقة تانية، بس يعني نفس المعنى في الآخر. فده برضو كان من الشخصيات الصحب فعلا اللي موجودة في الحياة. وده مثلا سحابة جميلة جدا. الشقيري ده مثال حلو قوي. انت لما تشوف خواطر واحد وتشوف كان عامل ازاي من حيث الجودة ومن حيث المحتوى مش فاكر المحتوى قوي الصراحة عشان ما بقاش كذاب، بس الشكل البرنامج عامل ازاي خواطر واحد ده يعني فاهم، بحسه على القناة الأولى.
وتشوف بعد كده النهارده تطور رهيب. لحد خواطر تقريبا 11 وبعد كده سين وقمرة والحاجات دي. صح. سين ده بص عليه عامل ازاي جرافيكس وكواليتي وبيسافر فين وبيطلع وتيم- امثله عامله ازاي. وتيم من بره يعني، حتى جايب تيم واحد من الدولة دي متخصص في الحتة الفلانية، مش اللي هو عادي يعني ممكن اجيب حد من هنا وهيعملها لا يعني مكمل قوي في الموضوع. بالظبط الدقه والاحسان بقى عشان نستخدم الكلمه بتاعته يعني او اللي هو بيحبها في انك انت تطلع حاجه. خلي بالك ان الاحسان ده على قد اللي عندك. ما هو انت نفسنا كلنا نعمل زي الشوقيري، او مثلا لو في البودكاست انت ضربت مثال بفنجان. انا نفسي اصور البودكاست يوتيوب. كل ما حد اقول له بعمل بودكاست يقول لي ما تحطوش على يوتيوب ليه؟ أيوة، كله ما انت بيقول سهل لي انك كده. تقول بس ايوه هحطها ازاي؟ تعالى قول لي هنصور بكام كاميرا، هنedit الفيديو ازاي. احنا عشان نedit اصلا الصوت ومن غير editing يعني عشان بس نشيل الوقفات ولو حد كح ولا بتاع نمسحها بناخد وقت قد كده. فالاحسان بقى هيبقى غالبا على قد الامكانيات اللي معاك. هو ده اللي اقدر عليه كله، ده كل اللي اقدر عليه فعلا دلوقتي حالا. فيبقى هو الاحسان ان انت تعمله انك انت تحط الفسيله دي بسرعه. فهو دلوقتي سحابه ما شاء الله كبيره جدا وضللت على يمكن ملايين الناس، وليه حاجات يعني كميه برامج رهيبه، فعنده مخرجات كتير قوي. بس هو ما كانش بادئ كده. بعد 10 سنين هتوصل للي هو وصل. بس اللي انت محتاج تعمله ايه؟ اللي انت تحط اللي في ايدك دلوقتي. ازرع من النهارده عشان تكبر بقى براحتك. مش تستنى ان انت تعمل احسن حاجه في العالم وانت ما عندكش اي امكانيات فما تعملش حاجه خالص. ده بقى كده اعتقد يعني ايه، عشان الشجرة مش بتتسقي كل يوم. بالظبط. اسقي كل يوم والشجره هتكبر، هتفضل تكبر 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 وتضل على ناس اكتر. او يعني انا كان قصدي ان يعني مش لازم تسقيها كل يوم، يعني انت ازرعها واسقيها يوم ويوم، اسقيها مرتين في الاسبوع. ما هو بس برضو لو انت ما سقيتش الشجره ما هتموت. لا بس وتبدأ. هي حته زراعه شويه. انا مش خبير في الزراعه، انت خبير اكتر مني. لو ينفع ماشي انا مصدقك. ينفع. بس ممكن مثلا ما ينفعش اسيبها 3 شهور. لا خالص دي كده باظت صح. ده مات. فمحتاج تسقيها على الاقل مره في الاسبوع. ايوه ماشي. الا لو زارع صبار بقى مش جينا ندي مثال بوظنا. بوظت المثال. بوظنا كل حاجه. بس في مشكله بقى اصلا تانية خالص، موضوع الشعار في الحياه ده. انا شايف ان دي حاجه من اهم الحاجات اللي في الدنيا. واعتقد يعني تعالى نعمل رهان كده مثلا، بس الرهان حرام يعني. تعالى نعمل تحدي من غير فلوس. اللي هو ممكن الكام يوم الجايين نسال الناس اللي بنقابلهم انت ايه شعارك في الحياه، وشوف كم واحد هيرد عليك في اقل من نص دقيقه. يرد عليك يقول لك كذا 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 كذا. هتلاقي غالبا الناس ايه يعني ايه شعار، ايه ده؟ طب استنى ما افكر. إيه؟ مفيش حاجه معينه في بالي. اللي هو اصلا انت مش محدد الفاليوز او الشعار، او هما يمكن الفاليوز والشعار حاجتين مختلفين عن بعض. بس المفروض اعتقد ان الناس تبقى محدده. نمره واحد يعني كل واحد فينا يحدد اصلا ايه الشعار بتاعه في الحياه عشان يبدا يقرب منه او يبعد. ففكره ان انا ما عنديش خالص دي مشكله تانية اساسا. يلا ماشي، انا قبلت التحدي، يلا بينا نجرب. غالبا انت بس اللي هتسال. انا الناس اللي معايا في الشغل لسه جداد، فانا لو قابلت واحد اول مره اشوفه واقول له ايه شعارك في الحياه قول له ان انت داخل تحدي مع حد. ممكن اعمل كده فعلا، وهتبقى فرصه اتعرف على الناس بدل ما انا قاعد. واللي يقول لنا يتيم. شعار ناخد منه صوره وننزل بصورته الشعار ده. بس مش هننسب ليه المقوله لو هي مش بتاعته، هننزل صورته بس ان هو اللي فكرنا بيها. انت وسعت الموضوع كده عليا بس يعني. يلا. تعال نقول ان احنا نسال احنا هنجرب ونستطلع يعني. There is only one way to know. There is only one way to know. احنا ندي الباب بالشلوت ايوه ونجرب. هي دي الطريقه الصح. هل عندك اي شعارات تانية فاكرها ولا نسيب فرصه للناس؟ يعني انا اعتقد ان ممكن اكتفي بالاثنين دول في الحلقه دي كالشعارات بتاعتي يعني. وانت قلت تقريبا 2 أو 3 تانيين، فدول امثله كويسه. يعني انا لو ممكن اقعد اتكلم في الموضوع ده كتير غالبا 5-6 ساعات. النوت بوك هناك اهي ممكن اجيبها واقعد اقرا لك بقى. بس حاسس يعني ان احنا الفكره ممكن تكون اوريدي خلاص وصلت يعني. بالظبط. بس انا يعني احب اكرر النداء بتاعك بتاع ان الناس تبعت لنا شعاراتها في الحياه، لان انا عندي فضول اصلا ناحيه تعرف. الحكايه دي صح. اكتر من ان انا عايز الانجيجمنت يعني او التفاعل او كده. انا عايز اعرف فعلا. engagement خالص فعلا. وبعدين حاسس انها ممكن تفتح لي افكار ما كانتش في بالي قبل كده. تحسها حاجه حلوه قوي انك تسال ناس عن شعارها في الحياه. وعشان كده انا يعني افضل لو في حد فعلا هيبعت، يعني مش عايزين نصعبها والله، بس هو لو حد هيبعت ممكن يقول لنا يعني ايه زي ما انت حكيت الاثر بتاع الشعار ده في حياتك كان ايه، ان انت
خدت تبقى طريق قصة معين. يعني. فالشعار كان كذا، وبسبب الشعار ده افتكرته في الموقف الفلاني، فرحت مدي الباب بالشلوت. حطها في اي جملة مفيدة. ايوه بس بتركب يعني عادي، بتمشي ايوه شغالة في اي حاجة. حلوة فكرة كويسة. هي كان انا اللي سألت سؤال في الاول، بس هي فكرتك اصلا هي فكرة كويسة. انت في الاول قلت لي انا ما عنديش مقدمة فابدأ انت. أيوة. فانا ما بدأتش عادي، سألت. لقاء مميز جدا والله. فكرة أوزوس. برافو عليك خالد، انت راجل دايما عايش بره الصندوق. عشان انت كنت واقف بره وشد. اي كلام. ايوه ايش ازيكم. يلا بينا نخرج ندي باب الشلوت. يلا